صعب جدا يا جماعة اللي أنا فيه ده. صعب جدا جدا. أما الواحدة تشوف ابنها بيصفى قدام عينيها ومش عارفة تعمل له أي حاجة، مش عارفة تتصرف في أي حاجة. صعبة جدا وبتوجع جدا. وجعت لي قلبي اللي أنا فيه ده. اتوجع قلبي أما ألاقي ابني كده ماشي وداخل لي البيت وهو بيصفى وبيجري وبيقول لي الحقيني وحنفية مفتوحة من رجله ومش عارفة اقفلها له ولا عارفة هي ايه اللي حصل. صعبة جدا وتوجع قلبي بجد. ربنا ما يوجعش حد على ضنايا يا رب العالمين. ربنا يشفيك يا حبيبي. طبعا يا جماعة الدم ده كله كده. هو مش قادر يمسك نفسه. بص انا دخلت بيه الحمام ده الشبشب عزكم الله بتاع الحمام. الشبشب اتغرق دم، الحمام اتغرق دم، البلاط اتغرق دم، الطرقه، الصاله، السلم، كله الشقه عندي بقت دم. بقى ماشي بيتصفى في دم، بقيتش عارفه اعمل ايه. قلبي وجعني، بقيت عايزه والله العظيم اقسم بالله عايزه اصوت، بس مش هينفع اصوت. لو صوتت عليه الدنيا كلها عليا. فجريت بره وشلته انا وابني وجرينا. الجيران طبعا ما لقونا لقينا منهارة وعمالة اعيط بس ماسكة نفسي. انا كان نفسي اصوت اقسم بالله، بس يعني هخلي الناس يتلموا عليا. بقيت شايلين ابني انا وابني كده، ابني الكبير شايلينه وطالعين نجري ومش عارفين نعمل ايه وبنقول لهم الحقونا. اي حد قدامنا بنقول له الحقونا. جيراننا طبعا جابوا العربية وجريوا بينا ورحنا على المستشفى. طبعا لسه جاية دلوقتي من المستشفى حالا. ربنا يشفيك يا حبيبي، ربنا يشفيك وما يوجعش قلبي تاني عليك يا رب العالمين. طبعا أنا مش عارفه ادخله الحمام الا انا اغسله مثلا واخد راحتي في الغسيل وانضف له وشه ورجله، لانه كان بره على الباب بيلعب ووقع وقعه جامده على اسمنت كده يعني جنب البدرون، جنب البيت على طول. رجله اتفتحت فتحة كبيرة قوي لدرجة مبقتش عارفة اسدها. شديت فانيلا كده من قدامي كانت محطوطة على الهدوم. بقيتش عارفة هي فانيلة مين اساسا، الفانيلا البيضة دي، ورحت لفها له كده في رجله وطلع اجري. طبعا لسه في دم اهو، يعني حتى الدكاترة نضفوا له الدم اللي كان على رجله، كان غرقان من عند ركبته لحد تحت، غرقان سايح في دمه. برضو في لسه في دم، فانا قلت انضف له واظبط له الدنيا يعني بصراحة. قلبي وجعني. طبعا اتفتح 6 غرز واتخيطت 6 غرز. طبعا رحنا المستشفى قالوا لنا ايه، مفيش الا خياطة عادية. قلت لهم يعني رجله هتفضل متعلمة طول العمر كده قدام وشه وكده؟ قال لك هنحاول نخيط له بس هاتي ايه الحاجات دي كلها، الطلبات دي كلها من بره. فخيطنا له الحمد لله. يا رب بقى تكون خياطة تجميلية عشان انا معرفش نظام المستشفيات الحكومية اللي هي بتبقى عادية دي نظامها ايه، مش عارفة بجد والله. فلسه واصلة حالا دلوقتي. قلت له تعالى بس ايه يعني امسح لك الدم كده وروق الدنيا. ربنا يا رب يشفيك يا احمد بحاجة النبي ويشفي كل مريض يا رب وما يوجعش حد على ضناه. طبعا بتبقى صعبة جدا لما الام تلاقي ابنها بيتصفى كده قدام عينيها وهي مش عارفة تعمل له اي حاجة. صعبة جدا يا جماعة وبتألم جدا اقسم بالله العظيم. في ناس كتير قوي ولاد حلال وقفوا جنبي بجد والله، منهم جيراني. ربنا يكرمهم يا رب ويسعدهم ونردهم لهم الحاجات دي كده، نردها لهم في الفرح يا رب العالمين. اما جيراني القدام دولت حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. طبعا لو كانوا شافوني في الموقف ده وابني غرقان وبنموت كانوا هيقفوا يضحكوا، سواء نسوان او رجاله. طبعا ما يعرفوش ربنا، بمعنى ما يعرفوش ربنا. حسبي الله ونعم الوكيل في جيراني اللي انا سبتهم، اللي هم القدام اللي خلوني بيحت البيت. وربنا عوض عليا الحمد لله بجيران عارفين ربنا وبيتقوا الله في جيرانهم ويعرفوا يعني ايه معنى جار، ويعني ايه سيدنا جبريل وصى على 7 جار، ويعني ايه النبي وصى على 7 جار. يعرفوا الكلام ده كله الحمد لله. ربنا يخليهم لي ويخليني ليهم يا رب، ونقدر نقف جنب بعض وقت الفرح والشدائد وكل حاجة رب العالمين. طبعا احمد انا مش عارفة البسه البناطيل، الشوط عنده صغيرة واتعور برضو كمان من ربيط تعويرة صغيرة كده. فانا مش عايزة البسه الشوط من اللي هي الصغيرة دي خالص، انا عايزة اعملها له برمودا بحيث تحمي ركبته لو هو وقع بعد كده ولا حاجة، او تحمي رجله. فانا قصيت له البنطلون ده عشان ما عندوش الا ايه، الا بناطيل، وانا خايفه ان انا الط له الجرح بتاعه. فقلت ايه يعني استغنى على البنطلون واقصه له. ربنا يعوض علينا يا رب ونعرف بقى نجيب له بناطيل تانية، عشان هو زعلان جدا، كان زعلان جدا وانا بقص له البنطلون ده. ويقول لي يا ماما انا عندي الترنج ده بحب البسه. قلت له ربنا يسهل واجيب لك واحد غيره ان شاء الله. طبعا رحت مغيره له كده وقلت له اقعد بقى. بص هو طبعا خايف يقعد، قلت له اقعد ما تخافش ان شاء الله تبقى كويس حبيبي. عايزاكم يا جماعه تدعوا دعوه حلوه لاحمد من قلبكم، وعايزاكم تشتركوا في القناة، وعايزاكم تشجعوا أم بسيطة، أم مصرية،
ام ابسط من البساطه زي ما بيقولوا. طبعا الضنا غالي وما فيش اغلى منه. ربنا يا رب يخلي لي ولادي وما تحرمش منهم، وما اشوفش حاجه وحشه فيهم ابدا يا رب. وربنا يسعدني بيهم ويعوضني اللي انا شفته في حياتي، يعوضني في ولادي. اقسم بالله حياتي اللي انا عشتها يا جماعه مأساة جدا. عشت حياتي يعني ينفع يتعمل مسلسل رمضان، بمعنى مسلسل رمضان يعني. كده الفيديو خلص.